النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أوحى له بصفات وعلامات الدجال ووقت خروجه وإيه اللي هيحصل في عهده، وكمان ربنا سبحانه وتعالى عرفه الفترة اللي هيعيش فيها على الأرض وإيه اللي هيحصل ومين اللي هيموته. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرش النبي عن الفترة اللي قبل خروج المسيح الدجال، ما أخبروش عن مولده وحياته والفترة اللي عاشها قبل الخروج. كان في طفل من أطفال يهود المدينة كان عايش في المدينة وكان اسمه صاف بن صياد. الطفل ده كان مشهور عنه ان هو بيعمل اعمال غريبه جدا. الطفل ده كان معروف عنه ان هو بيمارس الكهانه يعني التعاون مع الجن والشياطين، وهو كان بيدعي ان هو كان بيجيله ملائكه وبيعرفوه ايه الحاجات اللي هتحصل، بيعرفوه حاجات من الغيب. ابن صياد ده ورد عنه ان هو بيعمل حاجات منافيه للطبيعه، حاجات فوق العاده، حاجات خارقه، وده اللي كان بيخلي الصحابه يشكوا ان هو المسيح الدجال. سيدنا عمر بن الخطاب في احد المجالس حلف ان ابن صياد هو المسيح الدجال، والكلام ده كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على سيدنا عمر بن الخطاب، لان النبي اصلا كان شاكك ان ابن صياد هو المسيح الدجال، وربنا سبحانه وتعالى ما اوحلوش ان هو او مش هو. ده غير كمان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وسيدنا جابر بن عبد الله هما الاثنين كانوا بيحلفوا ان ابن صياد هو المسيح الدجال. في مره من المرات سيدنا عبد الله بن عمر قابل ابن صياد في الطريق. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ان جسم ابن صياد اتنفخ لدرجه ان هو سد عليه الطريق. طب ولو ابن صياد هو المسيح الدجال، فازاي هيكون عايش في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت عايش على الجزيره اللي قابله عليها تميم الداري اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات؟ فمين ابن صياد ده وايه حكايته؟ وليه الصحابه رضي الله عنهم بيحلفوا ان هو المسيح الدجال؟ وهل هو المسيح الدجال فعلا ولا لا؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه في فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما احنا متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة. فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو دي أول مرة تشوفني فيها انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما اطولش عليك يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. كان في طفل من اطفال اليهود اللي عايشين في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه صاف او صافي ابن صياد. الطفل ده كان بيدعي النبوه وبيقول ان هو بيجي له الوحي عن طريق الملائكه، بيعلموه بيعرفوه حاجات هتحصل في المستقبل، يعني كان بيدعي ان هو بيعرف الغيب. الطفل ده اخباره انتشرت وشاعت في المدينه لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بقوا شاكين ان هو المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يتاكد هل ابن صياد هو فعلا المسيح الدجال ولا لا. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعاه مجموعه من الصحابه وكان من ضمنهم سيدنا عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم خد الصحابه دول وراحوا عند حصن من حصون اليهود اللي كان عايش فيه صافي بن صياد عشان يتاكد هل هو المسيح الدجال فعلا ولا لا. لما وصلوا عند الحصن ده كان ابن صياد قاعد مع الاطفال بيلعبوا قدام الحصن. الراوي بيقول ان ابن صياد في الوقت ده كان لسه لم يبلغ الحلم، يعني لسه ما بلغش، فنقدر نقول ان هو كان عنده 10 11 سنه. كان ابن صياد قاعد بيلعب مع الاطفال قدام الحصن. النبي صلى الله عليه وسلم قرب لحد ما وصل عند ابن صياد وراح خبطه على كتفه وقال له اتشهد اني رسول الله؟ ابن صياد رد على النبي بثبات شديد جدا وقال له اشهد انك رسول الاميين. والاميين المقصود بهم العرب لانهم ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، فهو ما قالوش اشهد انك رسول الله او اشهد انك رسول العالمين، لان هم في عقيدتهم ما كانوش مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا مستنيين رسول يظهر من اليهود، يظهر من نسل سيدنا اسحاق عليه السلام مش من نسل سيدنا اسماعيل. فاليهود بينكروا رساله النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو من نسل سيدنا اسماعيل مش من نسل سيدنا اسحاق عليه السلام. فابن صياد رد وقال له أشهد أنك رسول الأميين. وبعدها بكل ثبات ابن صياد قال للنبي أتشهد أني رسول الله؟ ابن صياد بيدعي النبوة وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت تشهد إن أنا نبي من الأنبياء؟ يقال الله أعلم إن النبي غضب وما عجبوش سؤال ابن صياد، لكن رد النبي كان رد ذكي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له آمنت بالله ورسله، والكلام ده معناه إن لو أنت رسول فأنا آمنت بيك، ولو أنت مش رسول فأنا أكيد مش هآمن بيك. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد وقال له أنت بتشوف إيه؟ يعني إيه اللي بيجي لك بيخليك تقول إن أنت بيجي لك وحي وإن أنت نبي من الأنبياء؟ ابن صياد رد على النبي وقال له أنا بشوف عرش على المية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده عرش ابليس على البحر. وفي روايه تانية لما النبي صلى الله عليه وسلم ساله انت بتشوف ايه؟ انت ايه الحاجات اللي انت بتشوفها بتخليك تقول ان انت بيجي لك وحي؟ ابن صياد رد على النبي وقال له ياتيني الصادق والكاذب، او قال له ياتيني صادق وكذابين، يعني ساعات الحاجات اللي بتتقال لي بتحصل وبتبقى حقيقه فعلا وساعات ما بتحصلش. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له خلط عليك الامر، يعني اللي بيحصل معاك ده مش وحي من ربنا، انت مش نبي من الانبياء، لان الوحي بيجي عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام من ربنا سبحانه وتعالى للانبياء، فكل الوحي اللي بيجيبه سيدنا جبريل بيكون صدق. الملائكه مش هيبلغوا عن ربنا سبحانه وتعالى كذب ابدا، فاللي بيجي لك ده شيطان من الشياطين، ساعات بيكون صادق وساعات بيكون كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن صياد اني خبأت لك خبيئه، يعني انا خبيت لك حاجه وعايزك تعرفها، طالما انت بيجي لك الوحي يبقى الوحي هيجي لك وهيقول لك انا خبيت ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مخبي ايه يوم تاتي السماء بدخان مبين، والخبيئه دي فيها ثلاث اقوال. القول الاول النبي صلى الله عليه وسلم
كان مخبيها في راسه، يعني مجرد في باله، والقول التاني ان هو كان كاتبها في ورقه وماسكها في ايده، والقول التالت ان هو كان كاتبها في ورقه وحاططها في الكم بتاعه. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخبي الايه، وكان مستني يشوف هل ابن صياد فعلا هيعرف الايه دي وبيجي له الوحي ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد اني خبأت لك خبيئه، يعني حذر وقول ايه هي الخبيئه اللي انا مخبيها لك دي. ابن صياد رد على النبي وقال له الدخ، ووقف ما كملش، يعني ما عرفش يقول الدخان، ما عرفش يقول اي حاجه من الايه غير الدخ. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن صياد وقال له اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني زي ما نقول دلوقتي كده ده اخرك، انت ما تقدرش تعرف اكتر من كده اصلا لانك مش بيجي لك الوحي. فيقال والله اعلم ان الشيطان شاف جزء من الورقه وبلغه لابن صياد، لكن ما عرفش يشوف الايه كامله، او ان الشيطان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبلغ الصحابه قبل ما يوصلوا عند ابن صياد، وهو بيبلغهم بالايه الشيطان سمعه، لكن ما بلغوش غير بكلمه الدخ بس. في الوقت ده سيدنا عمر بن الخطاب غضب جدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني اضرب عنقه، فكان عايز يقتل ابن صياد ويريح الناس منه. النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال لسيدنا عمر ان يكن هو فلن تسلط عليه، يعني لو هو الدجال فعلا فمش انت يا عمر اللي هتقتله، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابه ان اللي هيقتل الدجال هو سيدنا عيسى عليه السلام، فلو هو الدجال مش سيدنا عمر اللي هيقتله. وكمل كلامه وقال له وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله، يعني لو مش هو الدجال فانت مش هتستفيد حاجه من قتله. ده غير كمان ان ابن صياد هو واحد من اليهود، واليهود في الوقت ده كانوا واخدين العهد من النبي صلى الله عليه وسلم بالامان. ويقال كمان ان رفض النبي كان بسبب ان ابن صياد في الوقت ده لسه طفل، لسه لم يبلغ الحلم، فهو اصلا مش مكلف في الوقت ده، معلوش اي ذنب. الموقف خلص كده وفضل النبي والصحابه رضي الله عنهم عندهم شك ان ابن صياد هو المسيح الدجال. بتمر فتره من الزمن وبيقرر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج تاني يشوف ايه حكايه ابن صياد ده، عشان عايز يتاكد هل هو فعلا الدجال ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع واحد من الصحابه كان اسمه ابي بن كعب، وراحوا عند النخله اللي كان نايم تحتها صافي بن صياد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يستخبى ورا النخله عشان ابن صياد ما يشوفوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف يشوفه من غير ما ابن صياد يكون عارف ان هو موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف يتاكد هل هو فعلا المسيح الدجال ولا مجرد كاهن بيتعاون مع المرضى والشياطين. ابن صياد في الوقت ده كان نايم تحت النخله وكان بيتكلم كلام مش مفهوم خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف من بعيد وبيحاول يسمع هو بيقول ايه عشان يعرف هل هو فعلا المسيح الدجال ولا لا. وفي الوقت ده ابن صياد شافت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبص على ابنها. ابن صياد ندهت عليه وصحته وقالت له يا صافي هذا محمد. فابن صياد قام وصحي من النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتضايق وقال لو تركته لبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كانت سابته كنا عرفنا هل هو المسيح الدجال فعلا ولا مجرد كاهن بيمارس الكهنه مع المرضى والشياطين. صافي بن صياد فضل عايش في المدينه المنوره، وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اعلن اسلامه، وكمان اتجوز وخلف وكان عنده اسره، ويقال كمان ان هو كان من اغنى الناس. في واحد من الصحابه اسمه ابو سعيد الخدري. سيدنا ابو سعيد بيحكي وبيقول ان هم كانوا خارجين في رحله للحج او للعمره، وكان من ضمن اللي خارجين معاهم هو صافي بن صياد. ابن صياد في الوقت ده كان مسلم وكان طالع معاهم في رحله عمره او حج. طبعا بسبب مواقف ابن صياد كان كتير جدا من الصحابه شاكين ان هو الدجال فعلا، وكانوا كلهم بيحاولوا يتجنبوه ويبعدوا عنه. الرحله من المدينه لمكه بتاخد ايام، فاثناء الرحله دي بيقعدوا يستريحوا ويناموا. سيدنا ابو سعيد بيقول ان احنا لما وقفنا عشان نستريح اثناء الرحله الناس اتفرقوا وكل مجموعه بداوا يقعدوا في مكان، فبيقول ان لما الناس اتفرقوا ما فضلش غير انا وابن صياد. فسيدنا ابو سعيد بيقول انا كنت خايف جدا ومرعوب منه لاني كنت شاكك ان هو فعلا المسيح الدجال. وفي عز خوف ورعب سيدنا ابو سعيد راح ابن صياد جايب الشنط والحاجه بتاعته وحطهم جنب سيدنا ابو سعيد وراح قاعد جنبه. سيدنا ابو سعيد قال له الجو حر قوي النهارده والشنط اللي انت حطيتها دي هتضيق علينا المكان وهتخنقنا، ما تاخدهم وتروح تحطهم عند الشجره اللي هناك دي. كان بيحاول يخلص منه ويبعده عنه، فابن صياد فعلا خد الشنط بتاعته وراح حطهم عند الشجره. سيدنا ابو سعيد بيقول ان بعد شويه ظهر مجموعه من الاغنام، هو ما كانش عارف الاغنام دي جت منين ولا ظهرت ازاي اصلا. وبعدين لقى ابن صياد داخل عليه وشايل لبن واداهوله وبيقول له اشرب. سيدنا ابو سعيد بيقول ان هو كان خايف جدا بالرغم ان هو كان عايز يشرب الا انه رفض، فرد عليه وقال له الجو حر قوي واللبن سخن فانا مش هقدر اشربه. هو طبعا نفسه في اللبن وعايز يشرب بس مش عايز ياخد من ايد ابن صياد. شويه وابن صياد جه قعد جنب سيدنا ابو سعيد وبدا يتكلم معاه، فبيقول له انا تعبت قوي وزهقت وبفكر انتحر، كل الناس عمالين يبصوا لي طول الوقت وبيقولوا ان انا المسيح الدجال وانا ولا المسيح الدجال ولا حاجه، فانا بفكر اموت نفسي بقى عشان ارتاح من كلام الناس. وبعدين بيقول لسيدنا ابو سعيد مش انت من اعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش النبي قال ان الدجال كان كافر وانا مسلم؟ مش النبي قال ان الدجال مش هيخش مكه والمدينه وانا اصلا عايش في المدينه ودلوقتي مسافر معاكم لمكه؟ مش النبي قال ان الدجال عقيم وما بيخلفش وانا بخلف وانتوا شفتوا ولادي في المدينه؟ سيدنا ابو سعيد بيقول انا اتعاطفت معاه وصدقته لان هو فعلا معاه ادله كتير بتنافي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات وعلامات الدجال. ففي واحد من الناس سال ابن صياد وقال له لو انت فعلا مش الدجال هل تحب تكون الدجال؟ ابن صياد رد عليه وقال له لو عرض عليا ما كرهت، يعني انا اتمنى اصلا اكون الدجال. في الوقت ده ابن صياد قال لسيدنا ابو سعيد على فكره انا عارف مين هو الدجال، انا عارف اتولد فين وعارف ابوه وعارف امه وكمان عارف هو موجود فين دلوقتي. سيدنا ابو سعيد اترعب جدا وخض وسابه ومشي.
سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان واحد من الناس اللي بيقسموا ان ابن صياد هو المسيح الدجال بسبب المواقف والعلامات اللي شافها وبيشوفها عليه. في يوم من الايام سيدنا عبد الله بن عمر كان ماشي في شوارع المدينه وقابل ابن صياد في الطريق، وفي الوقت ده ابن صياد كانت عينه ورمه، كانت عينه بارزه وخارجه لبره، ودي طبعا كانت حاجه مرعبه ومخيفه جدا، لان من صفات المسيح الدجال ان هو اعور، عنده عين بارزه وخارجه لبره. وابن صياد اصلا قبل الموقف ده كانت عينه سليمه، ما كانش فيها اي حاجه ولا ظهر عليها اي حاجه، لان هو لو كان اعور وعينه بارزه طول عمره كان الصحابه اتاكدوا اصلا ان هو المسيح الدجال. ده غير كمان ان كان بيتقال ان ابن صياد عينه سليمه، وان لما تحصل فتنته ويجي وقت خروجه عينه هتبقى بارزه وهيبقى اعور. فلما سيدنا عبد الله بن عمر شاف ابن صياد عينه بارزه وخارجه لبره اترعب جدا وافتكر ان خلاص كده وقت خروج الدجال. سيدنا عبد الله بن عمر وقفه وقال له انت عينك حصل لها كده امتى؟ انت عينك برزت وخرجت لبره كده امتى؟ ابن صياد رد عليه رد استفزه جدا وقال له ما اعرفش حصل امتى. فسيدنا عبد الله غضب جدا وقال له ازاي يعني ما تعرفش وهي موجوده في راسك؟ ابن صياد قال له ربنا قادر على كل شيء، ده حتى قادر ان هو يخلق العين اللي مش عاجباك دي في عصايتك اللي انت ماسكها في ايدك. وبعدين عمل صوت من مناخيره زي صوت النهيق بتاع الحمار، وفجاه جسمه انتفخ وكبر جدا لدرجه ان هو سد الطريق على سيدنا عبد الله بن عمر، قفل الشارع. سيدنا عبد الله بن عمر لما شاف المنظر اترعب جدا ومبقاش عارف يروح فين ولا يجي منين، مبقاش عارف يتصرف ازاي اصلا. سيدنا عبد الله بن عمر من كتر ما هو ما كانش حاسس بنفسه ومن كتر الرعب اللي هو كان فيه في الوقت ده، بيقول ان الناس بعد كده حكوا له ان هو مسك العصايه بتاعته وبدا يضرب في ابن صياد لدرجه ان العصايه بتاعته اتكسرت عليه. سيدنا عبد الله بيقول انا والله مش فاكر ان انا عملت كده، انا مش فاكر ان انا ضربته اصلا. بيقول انا ما حسيتش بنفسي ولا كنت عارف انا بعمل ايه. بعد كده ابن صياد راح اشتكى لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين حفصه بنت عمر بن الخطاب اللي هي اخت سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، اشتكى لها من اخوها وقال لها ان هو ضربه. فستنا حفصه جابت سيدنا عبد الله وقالت له انت ليه عملت كده؟ هو انت مش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يخرج من غضبه يغضبها؟ يعني المسيح الدجال هيخرج بسبب ان هو هيغضب. احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان تميم الداري لما راح الجزيره ولقى فيها الدجال لقاه مربوط ومتكتف من ايديه ورجليه، فيقال والله اعلم ان لما يغضب هيكسر الحديد اللي هو مربوط بيه ويخرج. فستنا حفصه بتقول لسيدنا عبد الله ما تستفزهوش، ما تخليهوش يغضب، احنا سايبينه في حاله وبنتجنبه لحسن يكون هو فعلا المسيح الدجال وفتنته تظهر في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد، وكمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت لان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والظهور لاكبر عدد من الناس. احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن 4 مواقف لابن صياد مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم، منهم موقفين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحاول يتاكد هل ابن صياد فعلا هو المسيح الدجال ولا لا. الموقف الاول لما النبي صلى الله عليه وسلم راح لابن صياد وقال له اني خبأت لك خبيئه، وابن صياد رد عليه وقال له الدخ وما عرفش يكمل الكلمه. والموقف الثاني لما كان ابن صياد نايم والنبي صلى الله عليه وسلم راح له وكان بيحاول يعرف هو بيقول ايه وهو نايم، لكن للاسف امه ندهت عليه وصحته قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف. الموقف الثالث هو رحلته من المدينه لمكه مع سيدنا ابو سعيد الخدري. الموقف الرابع مع سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قابله في المدينه وجسمه انتفخ وخاف جدا منه لدرجه ان هو ضربه بالعصايه وكسرها عليه. ده غير كمان سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان بيقسم ان ابن صياد هو المسيح الدجال. في واحد من الصحابه اسمه جابر بن عبد الله بيقول ان هو شاف سيدنا عمر بن الخطاب بيقسم ان ابن صياد هو المسيح الدجال، والقسم ده كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على سيدنا عمر، ما قالوش لا، ما قالوش ان ابن صياد مش هو المسيح الدجال، لان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان شاكك ان ابن صياد هو المسيح الدجال. فالعلماء بيقولوا ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قسم سيدنا عمر بن الخطاب هو اقرار وتاكيد من النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن صياد هو فعلا المسيح الدجال، والله اعلم. وبعض العلماء بيقولوا ان القسم ده حصل قبل مقابله تميم الداري للدجال على الجزيره. القصه اللي تميم الداري بيقول فيها ان شاف المسيح الدجال مربوط في جزيره في وسط البحر، فازاي هيكون مربوط في جزيره في وسط البحر وكمان عايش مع الصحابه في المدينه؟ قصه مقابله تميم الداري مع الدجال في الجزيره هي قصه مهمه جدا، فيها معلومات مهمه جدا عن الدجال وتحديدا الحاجات اللي هتحصل قبل خروجه. الفيديو ده هيظهر معاك في حرف الاي اللي موجود فوق، اتفرج عليه لانك اكيد هتستفيد منه جدا. فيقال والله اعلم ان بعد ما تميم الداري حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصه الدجال في الجزيره، سيدنا عمر بن الخطاب ما بقاش بيحلف ان ابن صياد هو المسيح الدجال، لكن كمان العلماء بيقولوا ان سيدنا جابر بن عبد الله فضل طول حياته بيقسم ان ابن صياد هو المسيح الدجال. بعض العلماء بيقولوا ان في ادله كتير بتقول ان ابن صياد مش هو المسيح الدجال، والادله دي احنا اتكلمنا عنها، زي ان ابن صياد كان بيخلف وعنده اولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال مش بيخلف، وزي ان ابن صياد كان عايش في المدينه وكمان سافر من المدينه لمكه للحج او للعمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال مش هيخش مكه والمدينه. لكن العلماء بيردوا على الدليل ده وبيقولوا ان هو كان مسموح له يخش مكه والمدينه عادي، لان ساعتها ما كانش فتنته ظهرت، ما كانش لسه جه وقت خروجه، لكن بعد خروجه وظهور فتنته مش هيخش مكه والمدينه. ده غير كمان ان احنا قلنا في قصه الدجال مع تميم الداري ان القصه دي حصلت تقريبا سنه 9 هجريا، وقلنا ان اثناء المقابله دي الدجال سالهم عن نبي الاميين
الدجال سالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ظهر، هل خرج. فالعلماء بيقولوا لو ابن صياد هو فعلا المسيح الدجال، ازاي مش هيكون عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو اصلا عايش مع النبي في المدينه؟ ده غير كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل ابن صياد، ابن صياد قال للنبي اتشهد اني رسول الله. فابن صياد هنا كان بيدعي النبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال بيدعي الالوهيه مش النبوه. فبناء على كل الادله دي مفيش اي اجماع من العلماء بياكد ان ابن صياد هو فعلا المسيح الدجال. لكن على اقل تقدير لو ابن صياد مش هو فعلا المسيح الدجال، مش هو الدجال الاكبر اللي هيظهر في اخر الزمان، فهو دجال من الدجالين. هو كاهن بيستعين بالجن والشياطين، بيستعين بالمرضى عشان يعرفوه الغيب، عشان يعرفوه الحاجات اللي هتحصل في المستقبل. ده غير كمان ان ابن صياد لما اتسال هل تحب تكون الدجال، رد وقال لو عرض عليا ما كرهت، انا اتمنى اكون الدجال. فكونه شخص بيتمنى يكون المسيح الدجال اللي هو مدعي للالوهيه، ده دليل كافي على كفره وضلاله. في بعض الروايات بتقول ان ابن صياد مات في المدينه، وان الصحابه في الوقت ده كشفوا على وشه ووروه لكل الناس عشان كل الناس تعرف ان ابن صياد مات ومش هو المسيح الدجال. لكن العلماء بيقولوا ان الروايات دي مش صحيحه، وان ابن صياد فضل عايش في المدينه لحد سنه 60 او 63 هجريا، وبعدين اختفى خالص ومحدش كان عارف هل خرج من المدينه ولا مات. فالله اعلم هل ابن صياد هو فعلا المسيح الدجال اللي يخرج في اخر الزمان ولا لا. فتنه الدجال هي اعظم فتنه على وجه الارض، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، وكل الانبياء اللي جم قبله حذروا قومهم من فتنه الدجال. فاللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. احنا مستنيين رايكم في الكومنتات تقولوا لنا فيه هل انتوا شايفين ان ابن صياد فعلا هو المسيح الدجال ولا لا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن صاف او صافي ابن الصياد، الطفل اليهودي اللي كان عايش في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان مشكوك في امره ان هو المسيح الدجال. اتكلمنا عن مواقفه اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه، والادله اللي بتقول ان هو او مش هو المسيح الدجال. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه، انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. كمان تقدر تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.